أقرت الوكالة الوطنية للتشغيل توظيف المستفيدين من منحة البطالة وكذا طالبي العمل الذين استفادوا سابقا من جهاز الإدماج المهني دون أن ينتسبوا بعدها إلى صندوق الضمان الاجتماعي بعقود العمل للدعم الستية في القطاع الاقتصادي الخاص. وكانت الدولة الجزائرية قد باشرت عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في القطاع العمومي وتثبيتهم بمناصب دائمة وفق المرسوم التنفيذي 19-336 حرق في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق للثامن ديسمبر 2019 الذي ينص على إدماج المستفيدين من جهازه المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في مناصب عملهم. وبعد ذلك استفاد الشباب المدمج في القطاع العمومي الاقتصادي من التثبيت في مناصبهم بعقود عمل مدعم ستية